يا هلا بالحلوين. اخباركم ايه؟ وحشتوني. يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض اللازانيا بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكي وقت. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي مع بعض الفيديو. عشان نعمل العصاج بتاع صينيه اللازانيا هنحتاج نص كيلو من اللحمه المفرومه، وهنحتاج 5 بصلات حجم متوسط، و5 حبات من الطماطم. هنا انا عندي استخدمت مكرونة الملكة، بصراحة من اجود الانواع وفي نفس الوقت سعرها متوسط. العلبة عاملة 25 جنيه، يعتبر سعر متوسط بس بالنسبة للانواع التانية. وعندي حبة من الزيتون والفلفل الاخضر هنستخدمهم عشان نحطهم داخل لازانيا. وعندي طبق من الجبنة الموتزاريلا، النوع ده فريش ما بستخدمش غيره في اي شيء. وهحتاج لتر من اللبن عشان خاطر اعمل بيه بشاميل. اول حاجة حطينا حلة على النار، هننزل فيها بالبصل فرمناه في الكبة مع الفلفل الاخضر. هنحط رشة ملح. بعد كده هنحط حلة تانية هننزل فيها بقطعة من السمن البلدي، ودي اختياري، ممكن تستخدمي سمنة هولندي، ممكن تستخدمي زبدة. هضيف عليها ربع كوباية من الزيت عشان خاطر السمنة متتحرقش معايا، لان لسه هضيف عليها الدقيق فهتاخد وقت على النار. واقلبهم في بعض لغاية ما السمنة تستوي. طب اعرف انها استوت ازاي؟ بتعمل رغوة لونها ابيض، عندما تبتدي تستوي بيتحول لونها اللون الذهبي. من الناحية التانية البصل اخد اللون الذهبي واتكرمل، هنزل عليه باللحمة المفرومة وبقلب اللحمة المفرومة مع البصل والعصاج. وفي النهاية هضيف التوابل. في اللحظة دي كانت السمنة عندي ساحت، فهنزل 5 معالق من الدقيق. كل كوباية، كل معلقة تعادل كوباية من اللبن. المرة دي انا محتاجة البشاميل يكون خفيف خالص عشان خاطر تستوي داخل مني مكرونة. هنستمر في التقليب لغاية ما الدقيق يبقى اللون ذهبي. اول ما ياخد اللون الذهبي هنبتدي نزود اللبن. طبعا عندي اللبن هنا بدرجة حرارة الغرفة. كل معلقة دقيق هتاخد كوباية من اللبن، فهنا انا حطيت 5 معالق من الدقيق. هضيف 6 كوبايات من اللبن عشان خاطر البشاميل يبقى خفيف. انا ما عايزاش البشاميل يبقى تقيل لان هتستوي فيه المكرونة، فلذلك هو مفروض كل معلقة دقيق ليها كوباية لبن. فانا استخدمت 5 معالق واستخدمت 5 كوبايات لبن. هضيف كوباية زيادة عشان تخلي السمك بتاع البشاميل خفيف. هنا ضفت الطماطم على العصاج وبقلب الطماطم وبسيبها لغاية ما تتسبك. بعد كده بضيف لها التوابل. التوابل عندي هنا روزماري، بابريكا، بصل بودرة، توم بودرة، وورق لوري، بجانب الملح والفلفل وواحدة مرقة. بصينا كده لقينا البشاميل بتاعنا استوى. بصوا ما شاء الله، البشاميل السمك بتاعه خفيف والقوام كريمي. بعد كده بحط له رشة جوز الطيب، معروف البشاميل بالذات بيحلو برشة جوز الطيب. بعد كده مكوناتنا خلصت كلها، هنبتدي نرص الصينية. عندي اول طبقة بحط طبقة كويسة من البشاميل من تحت عشان تستوي فيها المكرونة، وببتدي اضيف المكرونة. انا عندي هنا الصينية واخدة الشكل البيضاوي، هو احسن صينية للازانيا، المستطيل او المربع. بس انا بالنسبة لي المتوفر عندي من الصواني البايركس اشكال بيضاوية.
فهبتدي اكسر المكرونة وابتدي اضيفها لغاية ما اعمل طبقة كاملة. بعد كده بضيف عليها اللحمة، وبضيف عليها بشاميل، وبضيف عليها رشة من الزيتون ورشة من جبنة موتزاريلا. دي اول طبقة. كونا الطبقة التانية بتبقى بنفس الطريقة لغاية ما نوصل للطبقة التالتة. بنضيف البشاميل اللي فاضل كله على الوش. وبعد كده عندي الجبنة انا محضراها اللي حطيت منها داخل اللازانيا، بضيف الباقي على الوش. بدخلها فرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة عشان خاطر تستوي. بعد ما اكون سخنت الفرن بشغل عليها الرف من تحت، بتاخد تقريبا نص ساعة على درجة حرارة متوسطة. بعد كده بستخدم الشوكة عشان اتأكد ان المكرونة استوت. اول ما احس ان المكرونة استوت بروح افتح عليها الشواية من فوق عشان خاطر تاخد اللون الذهبي. طبعا هنا انا مزودة البشاميل عشان بحب ان هي تبقى جوسي ومتجانسة في بعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا الطعم تبارك الرحمن حكاية، والريحة جميلة خالص. ان عجبك الفيديو ما تبخليش ان انت تعملي لي لايك واشتراك وتدوسي على الجرس عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد. كنتم مع قناتكم صناعة السعادة.